بيبتدي الفيلم مع فرانك وهو داخل يصحي بنت اخته ماري علشان تروح المدرسة. وبيكون فرانك هو اللي مربي ماري من وهي لسه في اللفة علشان امها توفت بعد ولادتها. وبتكون ماري زعلانة جدا ومش عايزة تروح المدرسة ولا عايزة تختلط بالناس، وبتكون شايفة ان المدرسة ما بتقدم لهاش اي حاجة جديدة. فخالها فرانك بيزعق لها وبيقول لها ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. وبيجي باص المدرسة وبتركب الطفلة ماري وبتروح على المدرسة. وفي اول حصة لماري بتكون المدرسة بوني بتشرح لهم وبتعلمهم الجمع والطرح. وبتكون ماري قاعدة وحاسة بالملل وبتقول للمدرسة بتاعتها ايه المدرسة اللي بتعلم 1+1 بيساوي كام دي. فبتتضايق المدرسة منها جدا وبتروح لها وتقول لها ما تتكلمش تاني غير لما ترفع ايديها وتاخد اذن. وبعد كده بتقرر المدرسة بوني ان هي توقفها وتسألها كام سؤال في الرياضيات. فسألتها بوني في الجمع والطرح واتفاجئت جدا لما شافت ان الطفلة ماري جاوبت على كل الاسئلة. فبتقرر المدرسة بوني ان هي تسألها في مسألة حسابية صعبة ومعقدة جدا، وبتكون المسألة دي محتاجة الآلة حاسبة علشان يعرف الطالب يجاوب عليها. فبتتأخر ماري في الرد شوية والمدرسة افتكرت ان ماري مش هتعرف تجاوب، فقالت لها اتفضلي اقعدي. ورجعت المدرسة بوني تكمل شرح للطلاب، لكن بتتفاجئ بماري بتقاطعها وبتقول لها حل المسألة اللي هي سألتها لها. فبتتفاجئ بوني جامد وبتقرر ان هي تروح على الآلة الحاسبة وتشوف اذا كانت الطفلة جاوبت صح ولا غلط. وبتكتشف ان ماري جاوبت على السؤال صح من غير آلة حاسبة. وبتكون مديرة المدرسة في الوقت ده بتعدي على الفصول علشان تطمن على الطلاب، لكن ماري بتكلمها بأسلوب وحش وبتقول لها انهم يتصلوا بخالها علشان هي عايزة تمشي دلوقتي. وبعد شوية بيجي فرانك علشان ياخد ماري، وبتكون بوني واقفة مع مدرسة زميلتها وبيشوفوا فرانك وهو بياخد ماري وبيروحها. وبتعرف بوني من المدرسة زميلتها ان فرانك بيسهر كل يوم بالليل في بار، وانه منهار عاطفيا وبيشرب كحول علشان ينسى اللي حصله. وبتروح بوني بسرعة تسلم على فرانك وبيعتذر لها فرانك عن اسلوب ماري السيء في التعامل معاها. فبتقول له بوني ان هي مش جاية علشان يعتذر لها عن اسلوب ماري، وبتقول له انها حاسة ان ماري طفلة موهوبة وبتجاوب عن اسئلة محدش كبير يعرف يجاوب عليها. لكن فرانك بيقول لها ان ماري بتستخدم طريقة في حل المسائل الرياضية كانوا بيستخدموها في الحروب زمان، وبيقول لها حتى هو كمان متعلم الطريقة ديت وبيعرف يجاوب على المسائل الرياضية بكل سهولة. وبعدها بيركب فرانك عربيته وبياخد الطفلة ماري وبيروحوا البيت. وبيكون فرانك شغال ميكانيكي وبيصلح مراكب في المينا، وبتكون ماري قاعدة معاه وهو شغال. وبيقول لها فرانك ان هي ما نفذتش الوعد اللي كان ما بينهم وانها وقفت وسط الطلاب وقعدت تتباهى بذكائها. وبنعرف ان هو كان متفق معاها ان هي ما تتباهاش بذكائها قدام الطلاب علشان خاطر كل الطلاب في سنها يعاملوها معاملة الصحاب وما يعاملوهاش معاملة اكبر من سنها. وبتعتذر له ماري عن اللي هي عملته. وبعدها بياخد ماري وبيطلعوا يتفسحوا بالمركب شوية، وبنشوف ماري وهي قاعدة بتلعب مع القط بتاعها. وبمرور الأيام بتبتدي ماري تواظب على المدرسة وبتبتدي إن هي تتأقلم مع الوضع. وفي يوم بيكون عندها امتحان وبتوزع عليهم المدرسة بوني الورق بتاع الامتحان. وبمجرد إن بوني خلصت توزيع الورق بتتفاجئ بالطفلة ماري بتقول لها إن هي خلصت الامتحان. وبتكون المدرسة بوني متوقعة إن حركة زي ديت ممكن تحصل، فبتكون مجهزة لها ورقة أسئلة تانية في مستوى الطلاب الجامعيين. وادت بوني لماري ورقة الامتحان. ابتدت ماري تحل الامتحان بسهولة وبدون أي مشاكل. ولما خلصت ماري الامتحان بصت لبوني وقعدت تبتسم لها، وده اللي خلى بوني تستغرب جدا من ذكاء الطفلة الصغيرة دي. وبعد الامتحان ابتدت بوني تعمل سيرش على عيلة الطفلة ماري، وعرفت ان ام الطفلة ماري كانت عالمة كبيرة في الرياضيات وحلت معادلات صعبة العالم كله كان محتار في حلها. وبتعرف ان امها ماتت منتحرة، وان خالها فرانك من ساعة لما امها ماتت هو اللي متولي تربيتها. وبالليل بتروح بوني للبار اللي فرانك بيبقى موجود فيه وبتقابله هناك وبتقوله ان هي عايزة تعرف الحقيقة بتاعت ماري. وبتكون جايبة معاها ورقة الامتحان اللي ماري جاوبت عليه الصبح. وبيشوفوا فرانك وبيقول لها ان هو في يوم كان عنده موعد غرامي، وان اخته ام ماري كانت عايزة تقول له حاجة بس هو قال لها ان هو مش فاضلها، وانه لما هيرجع البيت هيبقى يقعد معاها ويتكلموا. وانه لما رجع من الموعد الغرامي ده
بتلاقي ماري قاعدة لوحدها في الصالة وأمها منتحرة في الحمام، ومن بعدها جاله اكتئاب بسبب الموضوع ده، وبيقول لها إن والد ماري اتخلى عن أمها وهي لسه في بطنها. فبوني بتقوله إن ماري معدل ذكاء عالي جدا، فبيرد عليها وبيقول لها إن هو عارف إن هي طفلة ذكية، بس هو مش عايز يعرف حد الموضوع ده علشان الطفلة تعيش سنها وحياتها الطبيعية. وتاني يوم جوه باص المدرسة بيكون مطلوب من الأطفال إنهم يعملوا مشروع عن الحيوانات، وبيكون في طفل ماشي بالمشروع بتاعه في طرقة الباص، فبيجي طفل تاني وبيمد رجليه علشان يوقعه هو والمشروع بتاعه. وماري اتضايقت جدا لما الطالب اللي كان عامل المشروع ده وقع، وراحت جاية ماسكة كتاب وضربت بيه الطالب المتنمر على راسه وعورته. وطبعا في المدرسة اتصلوا على فرانك علشان يجي، لأن أهل الطالب جم وعاملين شكوى في الطفلة. جه فرانك واطمن على ماري، والمديرة قعدت تقوله إن العنف مش مسموح في المدرسة. ففرانك رد عليها وقال لها إن هو عارف كويس لكنه فخور باللي ماري عملته، وإنه فخور جدا بيها. طبعا المديرة اتحرجت وغيرت الموضوع وقالت له إنها شايفة من الأفضل إن ماري تتنقل مدرسة تانية للموهوبين علشان تكون وسط ناس في قدراتها. فرانك قعد يتحجج بالمصاريف. بعد كده ردت عليه المديرة وقالت له إن المنحة مجانية تماما، فقال لها إنه عايز ماري تعيش حياة عادية ويكون لها صحاب من سنها. وجوه الفصل اعتذرت الطفلة ماري للطالب اللي ضربته، وطلبت من زمايلها إنهم يسقفوا للطالب اللي وقع ومشروعه باظ. ولما رجع فرانك وماري للبيت لقوا جدتها مستناهم على باب البيت، وكانت جايبة لماري هدية عبارة عن لابتوب جديد ومعاه كتاب عن علم الجبر. فردت عليها ماري بنبرة استهزاء وقالت لها إن هي قرت الكتاب ده من بدري. وبعدها خرجت جدة الطفلة مع فرانك وقالت له إن حال ماري مش عاجبها، وإن البيئة اللي هي عايشة فيها مش مناسبة لسنها. وبنعرف إن هي مقدمة ورق للمحكمة بتطلب فيها الوصاية على الطفلة ماري، وبتطلب منه إن هو يسيب ماري تتربى معاها. فبيرد عليها ويقول لها إن أمها قبل ما تموت كانت موصية إن مفيش حد يربي بنتها غيره. فبصت له كده وقالت له يبقى نتقابل في المحكمة، وسابته ومشيت. وبعدها دخل فرانك وأخد ماري وقعدوا يتفسحوا شوية. وتاني يوم في المحكمة بتكون موجودة واحدة اسمها روبرتا، وهي جارة فرانك، وجاية عشان تشهد وتقول إن ماري عايشة حياة كويسة جدا. وبنعرف إن جدة الطفلة عايزة تبقى هي الوصية على البنت علشان خاطر تكبس لها حياتها بالكتب والرياضيات وتخليها تعيش حياة أكبر من سنها. وتاني يوم بيطلب فرانك من روبرتا إن هي تخلي بالها من ماري لأنه رايح مشوار. وبعدها بنشوف فرانك وهو قاعد مع بوني جوه البار، وقعدوا يشربوا ويتكلموا مع بعض لغاية لما سكروا. وفي الآخر اعترفت بوني لفرانك وقالت له إن هي معجبة بيه وبيقضوا ليلة مع بعض. وتاني يوم دخلت ماري علشان كانت بتدور على حاجة، واتفاجئت لما شافت المدرسة بتاعتها طالعة من أوضة فرانك. ولما شافها فرانك زعق لها وقال لها إيه اللي جابها من عند روبرتا، وإن هو مش عارف يعيش حياته بسببها. فزعلت ماري جدا وسابته وجريت وراحت تقعد لوحدها. فدخل عليها فرانك وقعد يعتذر لها، وبيطلع فرانك علشان يشوف صندوق البريد اللي موجود قدام بيته، وبيكتشف ان في جواب من المحكمة، وان المحكمة حكمت ان الطفلة ماري تروح تقعد يومين عند جدتها. ولما راحت ماري مع جدتها قعدت جدتها توري لها الصور بتاعت العيلة، وقعدت توري لها الصور بتاعت مامتها وهي شغالة. وبعدها اخدتها جدتها وودتها لجامعة متخصصة في الرياضيات، وبيكون في لوحة في مدخل الجامعة فيها 7 صور فاضيين ما عدا واحدة بس. وبتعرفها جدتها إيفلين إن الصورة دي معمولة لأحسن 7 أشخاص هيحلوا أصعب 7 معادلات رياضية في التاريخ. وبتوريها معادلة باسم نيفير ستوكس، وبتكون تحتها اسم أمها ديان، وده علشان أمها كانت قريبة جدا من حل المعادلة دي قبل ما تموت، ولو كانت حلتها كانت هتاخد جايزة نوبل في الرياضيات. وبتقول لها جدتها إنها بتتمنى إن صورتها تتحط فوق اسم أمها على الحيطة. وبتاخدها جدتها لواحد عالم رياضيات وبتخليها تحاول تحل معادلة صعبة قدامه، بس ماري بتبقى مخضوضة وباين عليها إنها مش مركزة. وبيكون عالم الرياضيات بيستعجل ماري عشان تحل، فبتتعصب جدتها جدا وبتاخد ماري وبتمشي. وهم ماشيين في الطريق بتسألها جدتها ايه السبب اللي مخليها مش مركزة، فبتقول لها ماري ان المعادلة فيها غلطة. فبترجع بيها جدتها تاني للعالم وبتصحح له المعادلة وبتحلها. وبيكون العالم متفائل جدا من ذكاء الطفلة وعبقريتها. وبيعدوا اليومين وبترجع ماري لخالها فرانك، وبتقول له ان هي بتحب جدتها لكن مش عايزة تعيش معاها لانها ست جديدة جدا. فبيقول لها فرانك وبيوعدها ان هو مش هيسيبها. وتاني يوم في المحكمة
بتكون إيفلين جدة ماري جايبة معاها والد ماري، وبيكون أول مرة يشوف بنته، بس هي جايباه علشان يكون هو وصي شرعي عليها. فبيثبت المحامي بتاع فرانك إن أبوها ده أول مرة يشوفها وعمره ما سأل عليها، وبيتم تأجيل الحكم اليوم تاني. وفي البيت بتكون ماري قاعدة بتعيط علشان والدها ما جاش يسأل عليها. فبيقرر فرانك ان هو ياخد ماري وروبرتا ويروح بيهم المستشفى، وكانوا مستغربين جدا ومش عارفين ليه فرانك جايبهم هنا. وبيطلع ان هو عارف عيلة مستنين بنتهم تولد النهاردة جوه المستشفى، واول لما بنتهم بتولد بيبقوا فرحانين جدا وبيقعدوا يحتفلوا ويرقصوا. فبيقول فرانك لماري ان هو ده اللي هم حسوا بيه يوم ما هي اتولدت، وبتروح ماري وبتحتفل معاهم. وبالليل بيجي المحامي بتاع فرانك وبيعرض عليه عرض يرضي الطرفين، والعرض ده انهم يشوفوا عيلة مناسبة لماري تتبناها. فبيتعصب عليه فرانك وبيقول له انا مش عارف انت معايا ولا معاها. فبيقول له المحامي ان القاضي ممكن يخلي جدتها تكسب القضية بكل سهولة علشان هي ست غنية ومعاها فلوس، وهتعيش ماري في مستوى احسن، وساعتها ماري مش هتعيش سنها ولا طفولتها. لكن لما تبقى عند عيلة تانية ده هيرضي الطرفين، وفي نفس الوقت البنت هتعيش سنها عادي. وقال له انه لازم يفكر في الموضوع من الناحية دي، وبيسيبه وبيمشي. وبيوافق فرانك على الاقتراح بتاع المحامي، وبيروح يقابل عيلة كانوا عايزين يتبنوا ماري. ولما بيقابلهم وبيتكلم معاهم بيوافق على قرار التبني، وانه هيخلي ماري تعيش معاهم. وبكده بتخلص المحاكمة بين فرانك وامه. وتاني يوم بيودي فرانك الطفلة لبيت العيلة الجديدة، وبتكون ماري بتعيط وبتقوله ان هي عايزة تعيش معاه، بس هو بيقول لها انه هيعدي وياخدها كل فترة والتانية علشان تقعد معاه، وانها لما هتكبر هتكون هي مسؤولة عن اختيارها وهتختاره وتعيش معاه، واكيد هتختاره وتعيش معاه. فبتقول له ماري انه كده بيخلف وعده معاها، ولما بيجي يحضنها بتزقه وهي بتعيط وبتبقى زعلانة منه. ولما بيسيبها فرانك وبيمشي بتفضل تصرخ ماري وتعيط علشان ما يسيبهاش. وبيركب فرانك عربيته وهو بيعيط ويروح. وبالليل بتروح بوني لفرانك علشان تواسيه، لكن فرانك بيكون متعصب جدا وبيفضل يكسر في المكان وبيسيبها وبيمشي. وفي يوم بالصدفة بتشوف بوني القط بتاع ماري معروض للتبني، فبتقوم مصورة الإعلان ده وبتبعته لفرانك. ولما بيشوفوا فرانك بيروح ملجأ الحيوانات اللي منزلين الإعلان وبيسأل عن القط، وبيعرف من الناس اللي شغالين هناك إن اللي جاب القط ده الملجأ واحدة ست عندها حساسية من القطط. فبيعرف فرانك إن إيفلين أمه هي اللي عملت كده علشان عندها حساسية من القطط، وبيستنتج إن جدة ماري أخدتها، وإن العيلة اللي أخدت ماري تبع جدة ماري وكانوا بيمثلوا عليه. فبيقوم واخد عربيته وأخد روبرتا معاه وراح للناس اللي متبنيين ماري، وبيلاقي ان ماري قاعدة مع جدتها في بيت جنبهم. فبيطلب من ماري انها تيجي معاه علشان يروح، لكن ماري بتكون زعلانة منه وبتسيبه وبتطلع تجري بره البيت. فبيدي فرانك لأمه كتاب وبيطلع علشان يلحق ماري، وبيكون الكتاب ده ديانا والدة ماري هي اللي كاتباه. ولما بتقراه إيفلين بتعرف ان ديانا والدة ماري وصلت لحل المعادلة بتاعت نيفيرستوكس، المعادلة اللي مخلية إيفلين متمسكة بحضانة ماري علشان تحلها. وبره البيت بيكون فرانك عايز يحضن ماري، لكن ماري بتضربه علشان هو سابها. فبيسيطر عليها فرانك وبيشيلها وبيعتذر لها. فبتقول له ماري انهم اخدوا القط بتاعها منها، فبيعرفها فرانك انه القط عنده في البيت ومستنيها هناك. وبياخدها فرانك وبيرجعوا تاني لإيفلين. فبتقول له إيفلين إن هو مفبرك الكتاب ده، وإن لو بنتها ديان كانت حلت المعادلة كانت عرفت العالم كله. فبيقول لها فرانك إن ديان أخته طلبت منه إنه ما ينشرش الكتاب ده غير بعد وفاة إيفلين أمها. وبتتصدم إيفلين من اللي قاله فرانك، وبيقرر فرانك انه ما ينفذش اتفاقه مع اخته، وانه هيدي الام الكتاب ده تنشره مقابل الاحتفاظ بالطفلة. وبيسيب لها الكتاب وبياخد ماري وبيمشي. ولما بتيجي إيفلين تقرا الكتاب بتشوف دموع بنتها على الورق، فبتنهار وبتعيط على الاكتئاب اللي كانت معيشة في بنتها، وان الحياة دي كانت السبب في موت بنتها. علشان كده وصت اخوها ان بنتها تتربى معاه، وانه ما ينشرش حل المعادلة دي غير لما إيفلين تموت. تتصل بعدها إيفلين بعالم الرياضيات وهي بتعيط، وبتتفق معاه على نشر حل معادلة نيفيرستوكس، وإن العالم كله لازم يعرف إن بنتها هي اللي حلت المعادلة دي. وبعد فترة بنشوف ماري وهي بتدرس في الجامعة رغم سنها الصغير، وبعد المحاضرة بياخدها فرانك علشان يفسح، وبياخدها تلعب مع الأطفال اللي في سنها. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. أتمنى لو الملخص عجبكم ما تنسوش تدعمونا بعلامة اللايك. سلام.